الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده دايما يا رب. فيديو جديد، ولو اول مره تشوفينا اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده بقى مشكله جديده وحكايه جديده، وتعالوا بينا نشوف حكايه النهارده بتقول ايه. حكايه النهارده بيقول اختلفت مع مراتي شويه وعليت صوتي عليها. شويه لقيتها بتقول لي ما انت تربيه، يعني بلاش نقول اللفظ اللي قاله تربيه ست يعني، انت واخوك. بيقول فقدت اعصابي ولقيتني بقول لها انت قليلة الادب ومش متربية. خدت بعضها وغضبت عند ابوها وقفلت موبايلها وجيت مع وراح لها بقى، حب يروح لها وخد معاه سلسلة وخاتم دهب علشان هي بتحب الدهب، وقلت اصالحها. رفضت تقابلني، وبعتت امي واختي بوكس هدايا 60 في 60، وقالت لأمي ابنك بيعلي صوته عليا يا طنط، وبيقول لي أنا مش متربية وابنك ما يلزمنيش. أنا عارف إني غلطت وأسأت عليها، وما كانش المفروض أشتمها، بس غصب عني أنا مش عارف أعيش من غيرها. وبقول لها وبقالها 3 أيام غضبانة ومش عارف أعمل إيه، أو أجيب لها إيه علشان تروح بيتها وتسامحني. عارف يعني انت هقول ايه؟ يعني هقول ان يعني انت سبت كل حاجة وقلت ان انت غلطان، لكن هي ما عدتش عليك ان قالت لك تربية، وراحت شتمك بوالدتك، صح؟ دي ما عدتش، دي اتمسحت من القاموس، وهي اصلا كانت السبب هي الكلمة دي. مفترض يعني، هي شكلها بسم الله ما شاء الله يعني شديدة. يعني اللي هي ايه، عارفين الستات اللي هي ايه الجامده دي، اللي هي القادره دي، هي دي اللي هي ايه، استفزته وشتمته بامه، وفي الاخر لا اللي هو ايه، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. عارفين اللي هو هي دي كده يعني النوع دوت. المفترض انت تسيبها شويه عند بيت اهلها لما تهدى كده وتتعلم الادب، لان هي ما غلطتش في حد، ما غلطتش في اي حد. هي غلطت في والدتك، تمام. المفترض بقى ان نستنى كده شويه، حاجه بقى كده. انت وهي بتتخانقوا مع بعض، او انتوا الاتنين بتعلوا صوتكم على بعض، انتوا الاتنين زي بعض مفيش مشكله، بس انا ما اجيبش في النص الاهل، تمام. انت قلت لها معرفش انت قلت الادب او مش متربيه، فهي خدت على الكلمه على اني انا يعني انت بتقولي ان انا اهلي ما عرفوش يربوني، فاللي هي ايه، طيب كمان انا هشتمك ايه بوالدتك. فحته في الشتيمه في الاهل دي ممنوع، دي خط احمر ومحد ما ينفعش اصلا تتعمل ولا تتقال، ولا حد، ولا انت تقول لها مثلا تشتمها بابوها ولا بامها، ولا هي كمان تتطاول برضو وترد لك الاساءه بابوك وابو امك. فده الموضوع غلط جدا جدا جدا، تمام. بيودي المشاكل بعد كده، وبعد كده الاهل بيعرفوا، وبيحصل بقى ايه، تراكمات كده، وبيحصل ان لا ايه ده، جوزها بيشتمنا، وبيبقى فيه زعل. وحتى بعد المرضية بتبقى فيه حتة برضو كده متدارية، اللي هو لا انا مش من ناحيتك، مش صافية يعني. بلاش حتة ان اي حد بيتخانق مع حد، او انتوا اي زوجين بيتخانقوا، فتبص تلاقي الاهل دخلوا حشر كده، وممكن يدخل الاهل او هي تدخل الاهل، واصلا هم مالهمش في الموضوع. يعني انتوا الاتنين في البيت وبتتخانقوا مع بعض، الاهل مالهم؟ الام انت بتشتمها بامها، ولا هي بتشتمك بامك، ولا بابوها، ولا باخواتها، ولا تحشر معرفش مين. المشكله بينكم انتوا الاتنين. فانا من رايي ان تزعلها تشتمها، هي نفس النظام، بس الاهل ليه الاهل في النص؟ غلط. غلط جدا ان الاهل في النص. سيبها وهي ترتاح شويه، انت شكلك بتحبها قوي لان انت فوتت لها الشتيمه اللي بوالدتك. ف اتكلم مع والدها وخلاص واعتذر لها. يعني الموضوع مش مستاهل، يعني عارف اللي هو ايه، الموضوع مش اللي هو عادي، معلش انت كنت عصبي وهي ما استحملتش، ممكن تكون حاجة برضو كانت ضغطها، فهي برضو ردت الإساءة بالإساءة الأعلى منها. ده بالنسبة لي أنا يعني. فالموضوع انتهى، كلم والدتها كلم والدها وإن شاء الله خير. ما تطولش في الموضوع، سيبها يومين 3، وبعد كده يبقى ايه، حاول ان انت تروح لها تاني وتصفي الامور. هي مش سهله يعني، مش عشان انت قلت لها قلة الادب يعني فالموضوع بقى خلاص يعني يبقى هو الطلاق، لا، لازم نعقل الكلام والدنيا تمشي كده.
فربنا يا رب ييسر كل حال كل الناس يا رب. وكده فيديو النهارده خلص، ولو اول مره تشوفونا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واقول لكم مع الف سلامه، باي باي.